عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. مباراة مهمة يخوضها منتخبنا الوطني التونسي ضد منتخب مصر وديا ولكن بصبغة رسمية، وذلك على هامش استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس أفريقيا 2024. موعد المباراة والقنوات الناقلة، الغيابات المتوقعة من الجانبين، والمواجهات التاريخية بين زوز منتخبات باش نحكيو عليهم في الفيديو هذا. لكن قبل كل شيء احتراما منك لمجهودنا اعمل جيم للفيديو واشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات باش تكون أول من يوصلك جديدنا. تقام مباراة منتخب تونس الودية أمام نظيره المصري يوم الثلاثاء 12 سبتمبر المقبل على الساعة 5 مساء بتوقيت تونس بملعب الكلية الحربية بالقاهرة. وتنقل قنوات اون تايم سبور بشكل حصري مباراة منتخب مصر وتونس باعتبارها الناقل الحصري للمباريات الودية لمنتخب مصر بالأراضي المصرية، كما أنه من الممكن أيضا أن تبث المباراة على القناة الوطنية التونسية الأولى بعد الاتفاق مع الجانب المصري. هذا وسيغيب عن المباراة من جانب المنتخب المصري 6 لاعبين كانوا قد شاركوا في مباراة أثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2024 واللي فاز بها المنتخب المصري بنتيجة 1-0، حيث سيغيب عن مباراة تونس الرباعي محمد هاني ومروان عطية، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، واللي باش يلتحقوا بنادي الأهلي للتحضير لمباراة السوبر الإفريقي. كذلك باش تشهد المباراة غياب اللاعب محمد رضا بوبو اللي تم استبعاده من المعسكر بقرار فني من قبل البرتغالي روي فيتوريا، واللاعب محمد حمدي بسبب إصابته بتمزق في الأربطة عقب مشاركته في مباراة أثيوبيا. أما بالنسبة لمنتخب تونس فقد سافر اليوم إلى مصر معززا بكامل العناصر، ولكن ستشهد المباراة عديد من التغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية مقارنة بمباراة التصفيات الإفريقية أمام منتخب بوتسوانا والتي انتهت لصالح منتخبنا الوطني بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، حيث من المتوقع أن يجري الناخب الوطني جلال القادري بعض التبديلات تتمثل بصفة كبيرة في إقحام كل من إلياس العاشوري وحمزة رفيع ويوسف المساكني، وذلك منذ انطلاق المباراة، والذين كانوا قد شاركوا احتياطيين في مباراة بوتسوانا وتم إقحامهم في الشوط الثاني. بالنسبة للمواجهات التاريخية بين المنتخبين بصفة عامة، يهيمن المنتخب التونسي على نظيره المصري من خلال التفوق بالمواجهات المباشرة، حيث تواجهوا في 31 مباراة، كانت الغالبة لمنتخب تونس في 17 مباراة مقابل 13 انتصار لمنتخب مصر، بينما حسم التعادل 11 لقاء. وسجل النسور قرطاج خلال هذه المباريات 45 هدفا في شباك منتخب مصر، بينما أحرز الفراعنة 38 هدفا في شباك منتخب تونس. هذا وعلى صعيد المباريات الودية فقد التقى منتخب تونس ومصر في 15 مناسبة، وكان التفوق في الوديات لمنتخب تونس الذي فاز ب6 مباريات مقابل 5 انتصارات لمنتخب مصر، فيما كانت نتيجة التعادل حاضرة في 4 منافسات. ويعود آخر لقاء ودي إلى شهر جانفي من سنة 2017 حين فازت مصر على تونس في الوقت القاتل بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في استاد القاهرة. كما التقى أيضا المنتخبين في 10 مباريات خلال التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا. حققت تونس الفوز في 4 مباريات بينما انتصر منتخب مصر في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة 4 مواجهات بينهما. وترجع آخر مواجهة بين الطرفين في التصفيات المؤهلة أفريقيا لعام 2019، حيث فاز نسور قرطاج بالجولة الأولى من دور المجموعات 1-0، وانتصر الفراعنة في الجولة الخامسة بنتيجة 3-2. وفي البطولة الإفريقية التقى الفريقين في مباراتين وذلك في نسختي سنتي 2000 و2002، وتبادل المنتخبين الفوز في البطولة، حيث انتصر منتخب تونس على مصر سنة 2000 بنتيجة 1-0 قبل أن يتفوق الفراعنة بنفس النتيجة على نسور قرطاج سنة 2002. كما التقى منتخب تونس ومصر في 6 مواجهات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وذلك في نسخ سنوات 1972 و1977 و1997. وحقق منتخب تونس الفوز في 3 مباريات بينما تفوق منتخب مصر في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة. وكانت آخر مواجهة جمعت بين تونس ومصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم خلال تصفيات مونديال 1998، حيث فاز حينها المنتخب التونسي في ملعب المنزه بنتيجة 1-0، وتعادل الفريقين سلبيا في استاد القاهرة. التقى منتخب تونس ومصر مرتين في تاريخ بطولات كأس العرب، وكانت آخر مواجهة بينهما بصفة عامة في نصف نهائي بطولة كأس العرب سنة 2021، والتي حقق فيها نسور قرطاج الفوز بالوقت القاتل بهدف عمرو السولية بالخطأ في مرماه. وجمعت مباراة أخرى بين تونس ومصر في كأس العرب، وكانت خلال النسخة الخامسة سنة 1988 التي استضافها الأردن، وفازت وقتها مصر بنتيجة 1-0. لهنا نوصل لنهاية الفيديو، مشكورين على المتابعة. ما تنساش باش تعمل جيم للفيديو وتشترك في القناة باش تكون أول من يوصلك جديدنا.